السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة الشريفة سعاد. اليوم ان شاء الله البنات كما تتشوفوا نقدم لكم طريقة تصبين الزرابي والموكيطات بطريقة سهلة ومبسطة، بلا كترة الحكان بلا كترة التمارة. صدقوني البنات هاد الطريقة سهلة ومبسطة، والزربيات اولا الموكيط واخا يكون عندكم فيه وسخ 10 سنين يخرج بكل سهولة. ما عليكم غير تبقاو معايا في هذا الفيديو ان شاء الله، وعاد تشوفوا الطريقة سهلة والنتيجة اروع ان شاء الله. كما تتشوفوا البنات، انا سيقت البلاصه اللي غنصبن فيها. ضروري تسيقوا البلاصه اللي غتصبنوا فيها. من بعد فرشت الزرابي والموكيط، من بعد خويت عليهم الماء باش نرقدهم. عناخد شي سطيله، عنحك فيها صابونه ديال الحجره و... ونزيد عليهم بيكربونات الصودا ونخوي عليهم الماء طيب. سمحوا لي البنات هاد اللقطه تاع الفيديو ما عرفتش فين غبرات ليا. المهم تاخذوا صابونه تاع الحجره تحكوها في حكاكه غليظه، تزيدوا عليها بيكربونات الصودا وتخوي عليها الماء طيب. من بعد تزيدوا عليهم الماء وترقدوا بهم الزرابي والموكيط. تنخلوهم واحد 10 دقائق بين ما ترقدوا، عاد تندوزو نحكوهم حكه خفيفه. صدقوني البنات هاد الطريقه سهله ومبسطه وما تتخليكمش تضربوا تماره في الحكان، وفي نفس الوقت تيخرجوا تيشعلوا. تتعرفوا صابونه الحجره تتخرج الحوايج مخيرين، وبيكربونات الصودا تتحيد جميع لي بكتيريا اللي تتكون في الزرابي وفي الموكيطات وحتى في المانط. تنتمنى تجربوا هاد الطريقه، روعه يا البنات وبالتجربه. من بعد ما رقت الزرابي ديالي والموكيط عنبط نوجد غدايا. كما تشوفوا البنات اليوم ان شاء الله غنطيب كسكسو بالحم الراس وبالبلبوله. كسكسو رائع تيجي روعه في المذاق ويصدق معاك من اول تجربه. بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم طيبوه صدقوني رصدق معكم من اول تجربه وتيجي بنين ورائع. تنتمنى تجربوه ان شاء الله. نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، رفيت مني عملته معكم في فيديو سابق. من بعد البنات ما وجدت الغدا ديالي، انا طلعت حكيت الزرابي. كما تعرفون البنات راه ما تنبغيش نبان لهذا، راه باينين بانهم محكوكين مزيان. كما قلت لكم البنات راه ما يحتاجوش لشي حكان ديال طيحي في كتافك، غير تدويزه خفيفه تكفي. المهم كما تشوفوا انا حكيتهم حكه خفيفه. غير حاجه وحده اللي تنأكد عليها هي صابونه الحجره وبيكربونات الصودا ونخوي عليهم الماء طيب، ومن بعد نرشوهم على الزرابي ونخلوهم واحد 10 دقائق على الاقل. وهذيك الساعه نبداو نحكو. راه صدقوني واخا يكون فيهم الوسخ اللي يكون يخرجوا بسهوله. لما حكيتهم غنخوي عليهم الماء، نبدا نشلل. وانا تنكرط بالكراطه. ضروري البنات تكرطوا بالكراطه. علاش؟ لان الكراطه تتحيد الوسوخات وتتحيد حتى التيد باش ما تضيعيش الماء بزاف. تكرطي بالكراطه وانت تتخوي الماء باش التيد والوسخ كله يحيد بديك الكراطه. الكراطه تتساعد بزاف في الصابون ديال الزرابي والموكيطات. من بعد ما شللت الزربيه نقلبهم على الجهه التحتانيه والموكيط كذلك، وندوز عليهم حتى هما حكه نفس الطريقه. من بعد ما شللت البنات غناخد يا اما تيد عادي يا اما الصابون ديال المانط داك اللي تتكون فيه الريحه. هذا الدور ديالو اش غير باش تبقى لينا الريحه في الزرابي والموكيط. اما بالنسبه للحكان راه خرجوا غير بالصابون وبيكربونات الصودا، غير باش تبقى فيهم الرائحه رائحه زكيه. نعملو يا اما تيد عادي او لا داك التيد او تيقولوا لي صابون ديال المانط. هذا تكون فيه الريحه وتكون روائح مختلفه، يا اما خزامه يا اما الحامض على حسب اللي بغيتي نتيا. تندوزو عليه واحد تدويزه خفيفه. من بعد تنشلو عادي، تنشلو المانط نشلو الزرابي والموكيطات مزيان.
تنشلوهم ونكرطوا بالكراطه، تنأكد عليها ضروري الكراطه، لان الكراطه تتنقي لنا الموكيط والزرابي مزيان. تنشل الجويه بجوج صافي، تنحطهم يتسقطروا، من بعد ما يتسقطروا تنشروهم. صدقوني البنات راه هاد الطريقه سهله ومبسطه وعن تجربه. والله واخا يكون عندكم الوسخ لي 10 سنين كما قلت لكم تيخرج بكل سهوله. تبعوا غير الطريقه اللي قلت لكم، وهاد الطريقه نفسها تنديرها حتى في المانط، تتحيد لي بكتيريا، الوسخ بسهوله تيحيد. المهم من بعد ما تسقطروا ليا انا عنشرهم، وكما تتشوفوا تتبان لكم النتيجه راه روعه يا البنات. كما شفتوا البنات النتيجه رائعه، الزرابي خرجوا تبارك الله تيشعلوا، الموكيط كذلك، وحتى المانطه تبارك الله كما تتبان لكم روعه. تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، خليتكم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.